السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدوسيلي لايك وتشتركي في القناة لو مكنتيش لسه اشتركت عشان يوصلك كل فيديو جديد مني. هوريكم دلوقتي لبس العيد بتاع كوكي. جبت لها حاجة كده قمر. هو اللبس انا جايب طالبه لها من شي ان كله، فيا رب بس يعني ايه يعجبكم وينول اعجابكم. تمام. انا جبت لها حاجه كيوت كده. ثواني بس هنجيب تحبوا اوريكم الاول لبس العيد الطقم بتاع العيد ولا بيجامه العيد؟ انا جايبه لها بيجامه العيد. خلينا نبدا بايه؟ ببيجامه العيد ليله الوقفه هلبسها. تمام، خلينا كده نشوف مع بعض. ايوه، انا اخترت لها البيجامه دي. هلبسها لها يوم العيد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هي باسوره من هنا كده بالشكل ده، وهي من هنا بكرانيش كده من على الكتف، وعليها رسمه كيتي. انا حبيت عشان خاطر الرسمه دي مكتوب عليها هالو كيتي. تمام، وده البنطلون بتاعها. اهو، هو عليه من هنا وش كيتي وقطتين كده بنفس لون البلوزه. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه، وخامتها تجنن. خامتها تحفه جدا وطريه، وهي قماشه محمله على فكره يعني مش خفيفه، يعني هي طريه جدا، وقماشتها مش اللي هي اللي بتتقطع، مش القماشه الخفيفه اللي بتتقطع. تمام، هي قماشتها حلوه جدا وعجبتني جدا، وانا اخترت لها دي من وسط البيجامات ان انا البسها لها يوم الوقفه. تمام، دي اول حاجه معانا. صح، وثواني هوريكم. وكمان طبعا بقى معروف بقى ان نوري بقى الطقم كامل، وجبت لها عليها السوليتر دي. بصوا، يا رب تكون واضحه لكم. هي اهي، انا مش عارفه، انا جبت لها عليها هي يعني ايه قريبه من لون البلوزه كده شويه. تمام، انا مش عارفه. بصوا، يعني هي عندها دي وعندها كمان واحده رصاصي. ثواني بس اوريها لكم لان انا محتاره فيهم. قولوا لي بقى البسها انهي. هي عندها دي كمان. ثواني افتحها لكم. ديت انا كنت طالباها برضو في اوردر شي ان. كنت طالبه لها التوج دي اهي. انا مش عارفه البس لها انهين عليها، دي ولا دي. وانتوا بقى قولوا لي في الكومنتات، عشان بجد انا محتاره جدا جدا جدا، واللي انتوا هتقولوا لي عليه انا يعني ايه، لان انا مش عارفه يعني اعمل ايه، دي ولا دي. انهين هتكون اشيك. هو البنطلون رصاصي. تمام، فقولوا لي بقى البسها انهين. تمام كده، دي توك. انا برضو تمام، فانتوا بقى قولوا لي البسها انهين في العيد. هلبس اي واحده على البيجامه يعني. تمام، نيجي بقى لطقم العيد. هو انا جايباه من شي ان، لان اللبس هنا غالي ومفيش حاجه عجبتني. تمام، فانا لقيت ده على شي ان وسعره ظريف يعني، وكان حلو. البيجامه ديت كانت عامله، البيجامه الاولانيه دي كانت عامله 195، ودي بيتهيألي كانت عامله كام؟ 25. تمام، انا بقى جبت الكوكي. انا هحط لكم صوره الطقم في خلفيه في الصوره الاساسيه للفيديو يعني. هو الطقم كده بالشكل ده. هي البلوزه كده عليها كرانيش من هنا كده زي ما انتوا شايفين. تمام، والبلوزه وهي من هنا باستك كده. تمام، ايه رايكم؟ طبعا البلوزه دي هتبقى كبيره على كوكي، بس انا هحاول ان انا ايه اظبطها لها شويه. هي كده، وعليها السلوبيت دي. بصوا بقى كده الطقم معايا. بصوا، هي السلوبيت اهي. بصوا، هي من هنا كده زي بنتي كده، وعليها الكرانيش دي. عايزه اقول لكم خامته حلوه جدا وتقيله جدا جدا، وعليه الفيونكه دي من هنا كده. تمام اهو، وهو من ورا كده برضو نفس الكرانيش وبالزراير دي من هنا كده زي ما انتوا شايفين.
الطقم تحفه تحفه تحفه. خليني بس اوريهولكم كده، يعني انا مش عارفه اوريهولكم ازاي. هو بصوا هو بيتلبس كده بالشكل ده، وعليه السلوبيت من هنا كده. يعني خلينا نحط دي هنا بالشكل ده كده، يعني هي بتكون كده بقى، والحمالات عامله عليها يعني. هو انا هحط لكم صورته وانتوا ايه شوفوه هو بيتلبس ازاي، لان انا مش عارفه اظبطه. على ما اظبطه يعني ايه، طب خليني هظبطه لكم وارجع. هو بقى شكله كده، هي الكرانيش بتاعته اهي، هو بنتي من هنا كده اهي، هو كرنشتين من هنا، وده الفيونكه بتاعته، وهو الكرانيش بتاعته. هي الحلبال دي بتتحط تحت الكرانيش من هنا كده اهو. هو ده شكله، بيكون شكله في اللبس. وبرده لو عرفت ان انا انزل لكم صور كوكي وهي لابساه، او اشوف حد لابسه يعني، وهنزل لكم صورته برده، احط لكم صورته برده اهو. تمام كده. وكمان الطقم جاي معاه التوكه بتاعته اهو. هو حاجه زي هو اللي يشوفه يقول حزام، بس هي التوكه بس. انت بتربطيها وبتظبطي الفيونكه بتاعته بقى على مزاجك. على فكره جربت ان انا اربطها وكانت على كوكي تحفه 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 بجد يعني. تمام، هي دي كده، هي دي التوكه بتاعتها. فانا هلبسها دي، انا ما جبتش توك تانية لان انا دي وشكلها عاجبني جدا عليها. تمام. وتعالوا بقى شوفوا بقى الدلع والكياتة كلها والعسل كله. جبت لها ايه تاني على الطقم؟ جبت لها الجزمه دي، عايزه اقول لكم تحفه حاجه كده يعني. خلوني بس اشيل الورق منها. بصوا بقى العسل ده. بصوا انا جبت لها بقى الشوز دي. هي قطيفه نفس خامه السلوبيت. عجبتني جدا وشكلها عجبني قوي وحبيت يعني، لان هي انا لحد دلوقتي ما اشتريتهاش شوز خالص. فانا دي جبتها لها ايه علشان خاطر ما تبقاش حافيه يعني، لان هي خلاص بقت بتسند وكده يعني. فبندعي نتمنى ان هي تكون على العيد تمشي، فادعوا لها يعني. تمام. هي انا جبت لها دي معاها، اتمنى ان هي تعجبكم وتكون واضحه لكم. هي اهي بالشكل ده كده. تمام كده. خلينا نحطها هنا. وتعالوا بقى اوريكم. وجبت لها عليه، طبعا احنا لبس العيد هيكون خريفي، فطبعا انا مش هلبسها لها كده، مش هلبسها لها سداح مداح كده. فجبت لها عليها الكولون ده برضو. الكولون ده انا جايباه من شيئن زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. هو من هنا كده انا جبت لها عليه. هو خامته مش تقيله، هو خامته خفيفه برضو، بس هو انا جبته لها كده علشان خاطر هو الجو هيكون حر. الجو العيد هيكون لبسه خريفي مش شتوي ولا صيفي برضو، لانه هيبقى فيه نسمه هوا فممكن الاطفال تتعب. تمام. تعالوا بقى اوريكم الدلع والكياتة كلها. حاجه كده. بصوا انا طول عمري كان نفسي يبقى عندي بنوته عشان ادلعها واعمل لها تسريحات وتوك واجيب لها اكسسوارات وحاجات من دي. فانا السنه دي يعني ايه، جبت لها الحاجات دي بقى. جبت لها بقى الاكسسوارز بتاعه الطقم. انا جبت لها الحلق ده، اتمنى يكون واضح. هو بصوا ثواني خلينا افتحه لكم، انا اول مره افتحه والله. تمام معاكم اهو. انا جبت لها الحلق ده، هو في ده الدوله كده. ثواني خليني اثبته. انا جبت لها الحلق ده، هو مدلدل بالشكل ده كده كده. تمام. تمام. عجبني وشكله عجبني. هي عندها الحلقان بتاعتها الطبيه اللي هي بتلبسها، فانا حبيت ان انا اجيب لها حاجه مختلفه للعيد يعني ايه. فعجبني ده مختلف ومش يعني ايه، ومش كبير قوي، لايق مع سنها. وانا اصلا بنتي اصلا ضعيفه ووشها عامل زي السفلوته، الا حاجه كده الا يعني. تمام. فده كان الحلق. وجبت لها كمان الاسوره دي
ماشيه مع الحلقه. هو طقم يعني، مع ان الطقم ده كل حاجه من محل شكل. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا لما جيت اقيس عليها الاسوره دي كانت فرحانه بيها جدا، وبالخاتم برضو. هوريكم الخاتم اهو، هي كده، هي نفس الحلقه تمام. وده الخاتم، بصوا بصوا هو كده عامل زي السمبوكسه كده برضو، نفس اهو، واضح لكم اهو تمام. انا حبيته كده طقم يعني. انا جبت لها دي من مكان، من محل عجبتني، ورحت جبت لها الحلق ده من محل تاني، وده جبته لها من مكان تاني خالص يعني. تمام. عايزه اقول لكم ان هي كانت فرحانه بيهم جدا جدا، لان كان معانا عيال اخواتي، وكانوا هم كبار يعني، هم كبار في السن، 8 سنين و11 سنه، بنجيب لهم بقى الحاجات من دي، عايزه منهم. فانا جبت الخاتم، فانا شفت خاتم تاني جبته لبسته لها، كانت فرحانه بيه جدا، فاخترت لها واحد يليق على الايه، على الحلقه والاسوره. وهو الخاتم مش على قدها، بس انا اخترته كده عشان خاطر اعرف اضيقه لها من هنا والبسه لها، ويا رب يعني يكون حاجه حلوه. قولوا لي بقى انتوا ايه رايكم، والبسهم لها ولا يعني اكتفي؟ هو الحلقه كده كده انا هلبسه، والخاتم برضو يا فرحانه بيه، البسها الاسوره ولا انتوا ايه رايكم؟ قولوا لي البسها الطقم كامل ولا اشيل حاجه؟ فانتوا برضو رايكم برضو يهمني يعني، لان انا محتاره تمام. فانا جبت لها دول. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ده كان طقم العيد بتاع توتي بتاع كوكي، وبيجامه الوقفه بتاعت كوكي بتوع العيد. اتمنى ان هم يكونوا عجبوكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات في كل حاجه، وقولوا لي البسها على البيجامه اي توكه، وبرده البسها على الطقم ايه في الاكسسوارز وكده، البسهم لها كله كطقم، ولا اكتفي مثلا بالخاتم والحلق بس، او الاسوره والحلق بس تمام، لان كده كده انا هلبسها الحلق. تمام. واشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامه. الفيديو ده يخص كوكي، فيا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه اشتركتوا، عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. الفيديوهات اللي جايه جدا حلوه جدا 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 جدا. ولو انتي مامي جديده هتنفعك جدا جدا جدا. الفتره اللي جايه هنزل لكم فيديوهات حلوه قوي 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 قوي. لو انتي لسه مامي جديده ومحتاره في اللبس، ازاي تختاري لبس ابنك او بنتك، لان بصراحه انا وقعت في الفخ ده، ومش حابه حد انه يقع فيه. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير حلوه جدا وجامده. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات في اللبس. اشوفكم على خير، وما تنسيش تدوس اللايك الجميل بتاعك.